بيبتدي الفيلم مع شاحنة بتقرب من كشك الرسوم، والسواق بيمر من البوابة وبيتهمهم بتعطيله وإن محتاج يوصل الطلب، بس العمال بيأكدوا إن مفيش حاجة وإنهم بس بيطهروا المنطقة عشان كان فيها تسريب صغير من منطقة نووية قريبة. وهو في الطريق تليفونه بيرن، فبيخبط حاجة، بينزل يشوف وبيكتشف إنه خبط غزالة، وبعدين بيكمل طريقه وبنكتشف إن دي كانت البداية لحاجة أكبر بكتير. بنروح لبطلنا سيوك في سول، وهو بيبقى مدير صندوق مشغول جدا، وبالعافية عنده وقت لبنته سو، وهو مطلق مامتها. بعد يوم طويل مرهق من الشغل بيروح يدي هدية لبنته عشان عيد ميلادها، وبيكتشف إنه كان جايب لها نفس الهدية قبل كده. بنته سو بتقوله إنها عايزة تزور مامتها في بوسان. سيوك بيكون متردد في الأول عشان شغله، بس مامته بتقنعه بعد ما ورته فيديو لبنته بتغني في عرض للمدرسة اللي معرفش يروحوا بسبب شغله. ووقفت سو غنى في نص الأغنية ومكملتهاش، وعشان حس بالذنب حجز سيوك تذكرة لأول قطر رايح بوسان. على الفجر بيروح سيوك وسو للمحطة بالعربية، وكان هيخبط في مجموعة عربيات إسعاف وشرطة. وفي الوقت اللي بيبص فيه سيوك وبيحاول يفهم فيه إيه، بيقع رماد في إيد سو، فبياخد باله سيوك إن في مبنى محروق. استنوا ما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. يلا نكمل. وبيكمل طريقه للقطر، وفي القطر ده بيكون فيه سانج ومراته الحامل كيونج، وفريق بيسبول بتاع مدرسة ثانوية، والمدير التنفيذي الأناني يونج، وأختين كبار في السن، وراجل مشرد باين عليه إنه يعرف حاجة وخايف. في الوقت اللي كان القطر فيه بيبتدي يتحرك، دخلت بنت بتتشنج معضوضة في رجلها جامد، وبره القطر مدير المحطة بيشاور للقطر إنه يتحرك. بتلاحظ سو إن مدير المحطة بيتعض من بني آدم مسعور. بعديها بتروح سو وهي خايفة للحمام، وفي عربية من عربيات القطر بنشوف عاملة القطر بتحاول تساعد البنت المصابة وبتحاول تنعشها، لكن البنت المصابة بتتحول لزومبي وبتنط عليها. بتجري العاملة عند العربية اللي قاعد فيها فريق البيسبول، وبتعضها البنت وبتتحول هي كمان لزومبي، وبيهجموا هما الاتنين على الفريق كله. كلهم بيتحولوا، بس عارف يهرب منهم 4، وهم يونجوك وهي و2 كمان. الزومبي بيهاجم على العربية كلها، فبيجروا الناس وبيدخلوا على العربيات اللي بعدها. في الوقت ده بيصحى سيوك وبيلاحظ إن سو مش جنبه، وبتجيله ساعتها مكالمة إن في شغب جامد والموضوع مش بسيط. الركاب بيجروا مذعورين قدام سوك، وبيشوف حاجات غريبة، وبياخد باله إن الناس بتتحول لزومبي، فبيحس إن سو في خطر وبيشوفها، فبياخدها وبيجري بيها. وهو بيجري بيقابل سانج ومراته اللي ما كانوش فاهمين إيه اللي بيحصل، وبيحاولوا يساعدوا اللي حواليهم. بينجح سيوك إنه يوصل لعربية أمان، وبيقفل الباب على سانج ومراته، لكن بيفتح لهم في الآخر، والناجيين بيحاولوا يقفلوا الباب عشان ينجوا من الناس دي. سيوك بياخد باله إن الزومبي شايفينهم، فعشان كده بيهجموا عليهم، ولكنهم ما يعرفوش إزاي الباب بيفتح. فكيونج بتستخدم المية والجرانين عشان تغطي الباب عشان ما يعرفوش يشوفوهم. بيطمن قائد القطر الراكبين إن القطر هيقف في محطة دييجو، وقال لهم إن الجيش هيبقى هناك يأمنهم. في الوقت ده بيتصل سيوك بأصدقائه في الشركة وبيسألهم عن الوضع في دييجو، وبيعرف منهم إن كل الركاب اللي هيوصلوا لدييجو هيتعمل عليهم حجر صحي. فبيروح يتصل سيوك بزميل ليه ويقنعه إن ياخدهم هو وبنته بعيدة عن الحجر بشكل منفصل عشان ما يتحجزوش. القطر بيوصل دييجو وبتكون مهجورة جدا، وبياخد سيوك بنته وبيروح باتجاه المخرج الشرقي، الحتة اللي هياخدهم منها زميله، وبقية الناس بيروحوا ناحية المخرج الرئيسي. بيمشي معاهم المشرد اللي سمع مكالمتهم. ال3 بينزلوا للمدخل وبيشوفوا جندي من بعيد، فبيقول سيوك لسو إنها تستناه هنا وهو هيروح يطلب المساعدة. وبيكتشفوا فجأة إن الجندي مصاب ووراه مجموعة من المصابين. في الناحية التانية اللي فيها بقية الركاب حالهم مش أحسن من حال سيوك وبنته، لأنهم بيشوفوا الجنود كلهم مصابين، وإن قدامهم مجموعة كبيرة قوي من المصابين اللي بيهجموا عليهم، وبيتصاب عدد كبير جدا منهم، وبيحاول الباقي يهرب.
كان في مصاب متجه ناحية سو وكان هيهجم عليها. سيوك بيشوفها بيجري ناحيتها وبيحاول ينقذها، والحمد لله بينقذها سانج وبتجري مع مراته وراجعين القطر تاني. في الوقت ده كان سانج ولاعبين البيسبول بيهاجموا المصابين وبيوصلوا لباب الخروج وبيحاولوا يخرجوا الناجيين، وفي زومبي هجم على سيوك. سانج قفل الباب على طول عشان محدش يدخل من المصابين، وفتحه تاني عشان يخرج المشرد اللي بيروح يساعد سيوك وبيحط غطا على الزومبي وبينقذه. وبيروح سيوك ناحية الباب وبيقفلوه بالعافية وبيعافروا عشان ما يتفتحش. في الوقت ده بيوصل الناجيين ناحية القطر بعد معاناة طويلة جدا، لكن بيبقى لسه في ناس ما جاتش، ويونج الأناني بيزعق فيهم عشان يتحركوا وينجد نفسه. تتحايل عليهم هي البنت اللي تبع فريق البيسبول انهم يستنوا اصحابها، لكن مش بيسمعوا كلامها وبيتحركوا بالقطر. في الوقت ده بيهرب سيوك واللي معاه وبيجروا ناحية القطر اللي بيتحرك، وبينجحوا انهم يوصلوا للقطر بعد معاناة كبيرة، وبيتعادي كتير قوي من فريق البيسبول، وما بيفضلش غير يونجوك منهم اللي بيروح مع فريق سيوك. كيونج وسو والراجل المشرد والجدة بينجحوا انهم يهربوا جوه الحمام، ويونجوك وسيوك وسانج بيوصلوا العربية امان، وبيكلم سانج مراته وبيعرف انهم محبوسين في الحمام مع الباقيين، فبيقرروا يروحوا ينقذوهم. فبيروحوا بيهاجموا الزومبي وبيبعدوهم. ساعتها بيكتشفوا ان لما القطر بيدخل جوه نفق الزومبي ما بيبقوش شايفين حاجة ومش عارفين مكانهم، بيتفاعلوا بس مع الأصوات. فبيقرر سيوك انه يعمل حاجة، فبياخد موبايل سانج وبيرن عليه عشان لما الدنيا تضلم يروح الزومبي ناحية الموبايل ويعرفوا يروحوا للعربية اللي بعدها. وفعلا ده اللي حصل، وبيوصلوا للعربية اللي فيها كيونج وسو وبينقذوهم. وبيبعت يونجوك رسالة لهي انهم راجعين بعد انقاذ الباقيين، ولما بتروح تقول هي للي في العربية معاها وهي مبسوطة، يونج الأناني بيشعل الركاب وبيخليهم يرفضوا انهم يدخلوهم جوه عربيتهم عشان هيكونوا حاملين المرض وهيموتوا. وبتقعد تتحايل عليهم انهم ما يعملوش كده بس مش بيسمعوها. بيحاول سيوك وبنته والباقي انهم يهربوا من المصابين، وبعد تعب كبير بيوصلوا العربية اللي قبل العربية الأمان اللي فيها الناجيين، وبيحاولوا يكسروا الباب عشان يدخلوا لأن التانيين قافلين الباب ومش راضيين يدخلوهم. في الوقت ده كان سونج وسيوك بيسدوا الباب من الناحية التانية، وللأسف بينجح الزومبي في إصابة سونج وبيدرك إن مفيش وقت وهيتحول. فبيوصي سيوك إن ياخد باله من مراته وابنه اللي في بطنها، وبيقول لمراته آخر حاجة إنها تسمي ابنها الاسم اللي اختاره، وبيضحي بنفسه. بيتكسر الباب أخيرا وبيتمكنوا من الدخول، وبيقفلوا الباب التاني اللي في العربية على طول. بيروح سيوك يضرب الأناني يونج وبيطلب إنه يعرف ليه عمل كده فيهم، كان الممكن إن التانيين ينجوا. يونج بيكذب على الركاب وبيقول لهم إن المجموعة دي مصابة وبيخوفهم منهم، فبيجبروهم الركاب إنهم يقعدوا في المدخل بين عربيتهم وعربية السواق، وبتروح معاهم هي لأنها ما بقتش مستحملة اللي بيعملوه. والركاب قعدوا يقفلوا الباب اللي بينهم وبين مجموعة سيوك بقمصانهم. وأخت الجدة كانت مصدومة جدا بسبب إنها شافت أختها بتتحول بسبب المجموعة دي من غير حتى وداع، فبتروح تفتح الباب عليهم وتخلي الزومبي يدخلوا، وبيشوفوا مجموعة سيوك وهم بيتحولوا. السواق بيجيله اختار إن بوسان أمان، بس للأسف بعد ما كان ناقص محطة ويوصلوا لبوسان القطر بيقف بسبب إن في حطام في المسار. وبيبلغ القائد الركاب المتبقيين إنه هيدور على قطر تاني وإنهم لازم يجوا وراه، وبيتمنى ليهم حظ سعيد لأنهم هيخرجوا والدنيا كلها مش أمان وزومبي. بيخرج من غرفة القيادة وبيروح يدور على قطر تاني، وبالفعل بينجح إنه يلاقي قطر تاني وبيبدأ يمشي بالقطر. سيوك والبقية بيخرجوا من القطر. في الوقت نفسه بنكتشف إن يونج نجا من الزومبي ومستخبي في الحمام ومعاه قائد القطر، فبيقول له إن الدنيا أمان عشان يضحي بيه ويهرب. فبيسمع كلام قائد القطر، وساعتها بيرميه يونج على الزومبي وبيهرب من اللي كانوا بيجروا وراه. في الوقت ده مجموعة سيوك بيتجهوا للقطر التاني، وفجأة بيترمي عليهم قطر مشتعل، وده فصل هي ويونجوك عن البقية. في الوقت ده بيدخل يونج الأناني العربية اللي هم فيها وبيرمي هي للزومبي وبتتصاب، فبيروح ناحيتها يونجوك وبيبعد الزومبي عنها وبيمسكها وبيعتذر لها إنه ما اعترف لهاش بحبه،
وهي بتتشنج وبتبتدي في التحول الكامل، وبيفضل يعيط وبيقول ليها احنا مصيرنا كده، وبتعضه وبيتصاب هو كمان. بيجري يونج ناحية القطر اللي فيه السائق وبيطلب المساعدة منه عشان في زومبي معاه. بيروح يساعده السائق فبيزقه على الزومبي وبيتجاهله وبيطلع القطر وبيسيبه. في الوقت ده الراجل المشرد وسو وسيوك وكيونج كانوا في الجنب التاني من الحطام متحصرين تحت قطر مليان بالزومبي، والشبابيك كانت على وشك انها تتكسر. سيوك لقى فتحة من تحت القطر وبدأ يروح الناحية التانية ويخرج منها، بس جزء من القطر بينهار وبيقفل الفتحة قبل الباقي ما يطلع، والتصادم ده بيكسر الإزاز وبيخرج منه مجموعة من الزومبي كتير، والراجل المشرد بيضحي بنفسه عشان ينقذهم. وبينجح سيوك انه يشيل الحطام ويخرج سو وكيونج، وبيجروا سوا ناحية القطر اللي بيتحرك ناحية بوسان، وبينجحوا انهم يوصلوا ويتخلصوا من الزومبي اللي كانوا وراهم. بيروح سيوك ناحية غرفة القيادة وبيتفاجئ بيونج قاعد في كرسي السائق وعينيه لونها لبني وشكله باين ان هو بقى زومبي. بيقفل الباب عليه عشان بيبقى خايف، لكن يونج بيقدر يفتحه على الرغم انه بيتحول لزومبي، بس العدوى ما كانتش وصلت لدماغه لسه. بيقعد يتحايل على سيوك ان يرجعه لبيته في بوسان وبيقول اسم مامته وعنوانه، فبيقول له سيوك انه مصاب، فبيتخض وبيعيط وبعدين بيتحول تحول كامل. سيوك بيقعد يحارب في يونج وكان هيوقعه من القطر، فسو بتصرخ عشان خايفة على باباها. ده خلى يونج يتجه ناحيتها، بس سيوك بيتدخل وبيمنعه، وللأسف يونج بيعضه في ايده. وأخيرا بعد عراك طويل قدر سيوك انه يوقع يونج من القطر. بيلاحظ سيوك انه اتصاب، فراح دخل سو وكيونج جوه عربية القيادة وفهمهم ازاي يتحكموا فيها، وحاول انه يسيب العربية، بس سو طلبت منه انه يفضل معاها. وبيكتشف ان في يوم حفلتها في المدرسة ما كملتش غنى عشان ما شافتش سيوك في الحضور، وكانت بتحتفظ بالأغنية دي لأبوها. سيوك بيحط ايده في ايديها قبل ما يبعد ايديها وبيجري ناحية بره، وسو بتصرخ وبتعيط عشان يرجع. بيمشي ناحية نهاية القطر والعدوى بتنتشر في جسمه، وبنته بتعيط وبتصرخ، وبيقعد يفتكر ذكرياته مع بنته وهي رضيعة وهو كان بيمسك صوابع ايديها ورجليها زي ما عمل من شوية، وبيتحول كله لزومبي وهو بيفكر في بنته وبيبتسم وبيرمي نفسه من القطر. بيوصل القطر أخيرا لمحطة بوسان والمسار كان متحطم. تخرج ساعتها سو وكيونج وبيمشوا في النفق اللي بيكون مظلم، وما كانوش يعرفوا ان في جنود شايفينهم في الناحية التانية من النفق، وكانوا هيضربوا عليهم نار لانهم ما كانوش عارفين ان كانوا مصابين او لا عشان الدنيا كانت ضلمة. في الوقت ده كانت سو بتغني الأغنية اللي كانت عايزة تغنيها لباباها وهي حزينة وبتعيط. بيسمع الجنود ساعتها وبيكتشفوا انهم ناجيين وبيروحوا يساعدوهم. ودي كانت نهاية الفيلم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.